اهلا بيكم. في البدايه لما بتتكلم مع اي قيادي او كادر من قيادات جماعه الاخوان المسلمين، اول حاجه بيقولها لك في الاعلام احنا فعلا عندنا مشكله كبيره في موضوع الاعلام، وتقريبا ما عندناش اعلام لا بيعبر عنا ولا بيرد اي شبهه من الشبهات اللي بتتقال علينا كلنا كافراد التيار الاسلامي. وخلينا قبل ما نحاول نشخص اسباب المشكله ونحاول نقدم لها حلول موضوعيه سريعه عاجله في الوقت الحالي، خلينا نقول ان في مفاهيم اساسيه لازم تتغير عندنا كلنا كقيادات وكافراد من جماعه الاخوان المسلمين. لعل من اهمها الازدواجيه في التعاطي والتعامل مع المشكله الاعلاميه، بمعنى انك لما بتتكلم مع بعض كوادر وقيادات جماعه الاخوان المسلمين عن الاعلام بيقول لك ان جزء اساسي من المشكله اللي بتحصل النهارده في الشارع المصري والفتن اللي بيشوفها الشارع المصري هو الاعلام بكذبه وتحريضه وفتنه وافكاره المسمومه اللي على مدار اليوم بيحاول يضخها في الشارع المصري. فطبيعي ان الاعلام هو المسؤول الاول عن الفتن التي يمر بها الشارع المصري، وده كلام حقيقي ولكنه جزء من الصوره ومش الحقيقه كامله. والله الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل. على طول بتلاقي نفسك بتقول طالما الاعلام هو السبب الاساسي في تشويه صوره الجماعه بالشكل السيء دوت عند الكثير من الشعب المصري، ما يلا بينا يلا نقدم الاعلام البديل اللي يعبر عنا وعن افكارنا ويرد كل الشبهات دي عننا. فتلاقي هو نفس الشخص بيقول لك ما تقلقش خالص، الشعب المصري فاق وعرف ان الاعلاميين دول كذابين وتقريبا ما حدش بيسمع لهم بسبب نفاقهم من ايام مبارك لحد هجومهم على الثوره لحد النهارده الكذب والمبالغات اللي بيقولوها. والاهم من كده ان الاخوان من خلال قواعدهم الشعبيه العريضه اللي منتشره في قواعد المجتمع قادرين ان هم يتواصلوا مع الناس وقادرين يصححوا الصوره ويوصلوا الصوره الحقيقيه للمجتمع المصري، ولكن ده برضه جزء من الحقيقه مش الحقيقه كامله. لكن الصورة الكاملة أو الحقيقية اللي نفسنا إن كل فرد أو كادر من جماعة الإخوان المسلمين يشوف بيها الوضع الإعلامي على الساحة المصرية هو إن فعلا في كتلة مؤيدة لجماعة الإخوان المسلمين، ومهما حاول الإعلام بكذبه وفساده إنه يغير في قناعتهم شيء من جماعة الإخوان ما بينجحش على الإطلاق. وفي نفس الوقت في كتلة تانية معارضة لجماعة الإخوان كل يوم ويوم الإعلام بيديهم ألف سبب وسبب لكره جماعة الإخوان، وإحنا ما بنردش. وكعادة الإعلام بكذبه وأفكاره المسمومة وأفكاره المشبوهة وفتن وشبهاته اللي بيديرها حوالين الجماعة، زي المرشد اللي بقدرة قادر ما عنده 60 دراع وهو اللي بيحرك الصحف والحزب والجماعة والرئاسة والمؤسسات والهيئات والوزارات وكل شيء في البلد. علشان كده ما تتعجبش لما تلاقي واحد بيقول يسقط حكم المرشد، ما انت ما ردتش عليه وما وضحتلوش. والاهم من كده ان من السذاجه انك تفتكر ان كل اللي واقف النهارده عند قصر الاتحاديه هم بلطجيه، لان فعلا فيهم شباب هو على قناعه ان انتم الاخوان المنافقين او المتاسلمين، انا ما ينفعش اتعامل معاكم او اعيش معاكم. وهي ديت المشكله اللي بقينا واعيين فيها. علشان كده اوعى تسال اي حد معارض النهارده وتقول له انت بتكره جماعه الاخوان ليه؟ لانك مش هتلاقي سبب واحد، لا هتلاقي 1000 سبب وسبب. يا حسن يا رب، يا حسن يا رب. وخلينا نكون اكثر صراحه مع نفسنا ونحط نفسنا مكان قيادات جماعه الاخوان المسلمين اللي دخلت لحد النهارده 5 استحقاقات انتخابيه، اقل نتيجه حققتها في اي انتخابات من اللي فاتت 64% في نتيجه الاستفتاء اللي فات. كل ده وسط الهجوم الاعلامي الشرس الذي لا يتوقف ولا ينقطع عن جماعه الاخوان. فبالله عليك ايه اللي يخليني اهتم بالاعلام او اعطيله قيمه اذا كنت وسط هذا الهجوم حققت هذه النتيجه ودي اقل نتيجه انا حققتها؟ وهو ده مربط الفرس، وهي دي مكمن الخطوره. ومكمن الخطوره هنا في حاجتين. الحاجه الاولى ان زمان ما كانش حد تقريبا شغال على الساحه السياسيه غير جماعه الاخوان، لكن النهارده في كام حزب وكام حركه وكام ائتلاف بيتعلموا منك وبيتعلموا ازاي يتواصلوا مع الناس وبيقلدوك، واكيد في يوم من الايام هينجحوا. الاهم من كده ان مفيش اي انجاز حقيقي هتحققه والشعب هيحس بيه طالما ما وعدش اعلام قوي يقدر يسوقه ويبيعه للناس. وهو ده بالظبط اللي حصل مع الدكتور محمد مرسي في الانجاز التاريخي اللي حققه في اقاله المجلس العسكري اللي ممكن نقعد ونتكلم فيه لساعات، اللي حول مصر من دولة عسكرية إلى دولة مدنية، اللي قضى بيه على فساد سياسي، فساد اقتصادي، فساد اجتماعي، فساد ثقافي استمر لأكثر من 60 سنة. حد حس بهذا الإنجاز؟ قابلت حد قال لك والله متشكرين على الإنجاز اللي حققه لنا الدكتور محمد مرسي في إقالة المجلس العسكري؟ ولكن الناس كلها الفكرة اتبعت لها على إنها صفقة وقلادة كرم بيها الدكتور محمد مرسي أعضاء المجلس العسكري. وهو ده بالظبط
اللي هيحصل مع اي انجاز من غير ما يكون عندك اعلام قوي يسوقه ويبيعه للناس. يا حرامي يا حرامي يا حرامي. وخلينا نبدأ بالمشكلة زي ما شخصها كوادر وقيادات جماعة الإخوان بنقطتين. الحاجة الأولى كوادر إعلامية، لأننا تقريبا كنا محرومين من الدخول في المجال الإعلامي من النظام القديم، فما عندناش أي كوادر إعلامية في المجال ده على حد كلامهم. الحاجة الثانية الفلوس، احنا ما معناش فلوس تعادل المليارات اللي بتصرفها قناة زي CBC أو النهار على إعلاميين كبار أو على برامج كبيرة بتنتجها وبتبقى هي المسؤولة عنها. فالمشكلة الإعلامية عندنا حاجتين، كوادر إعلامية وفلوس إعلامية. المفروض تخلي نفسك باردة تحط انما هنغضب الغضب حماقة عمر الغضب ما حل مشكلة. وخلينا نبدأ في أول مشكلة بتواجهنا وهي الكوادر. ولو نعيب قوي على جماعة بحجم جماعة الإخوان المسلمين إن احنا نتكلم فيها على كوادر، بس مش مهم. بس خلينا نقول إن 80% من الإعلاميين اللي شغالين النهاردة على الساحة ما لهمش أي علاقة بالإعلام ولا درسوا إعلام أساسا. والأهم من كده إن كل النماذج الناجحة اللي موجودة حوالينا نفس الفكرة ونفس المبدأ. بمعنى بصيت على قناة زي قناة طيور الجنة، دي عبارة عن إيه؟ دي عبارة عن راجل وأسرته وأصدقائه عاملين قناة وصلت لأكثر من 100 مليون مشاهد عربي. يا ترى مين فيهم معاه بكالوريوس إعلام من جامعة كامبريدج؟ ولو مش مصدقني لسه بص على نموذج زي الأستاذ توفيق عكاشة اللي بيقول على نفسه الدكتور توفيق عكاشة، وهو في الأصل معاه معهد خدمة اجتماعية. الأستاذ توفيق عكاشة ظاهرة تستحق فعلا الدراسة وإن احنا نتوقف عندها كثيرا، لأنه شخص نجح في التواصل مع فئة من البسطاء من الفلاحين والمهمشين، وفي نفس الوقت قدر يوصل لقضاة ومستشارين وناس كتيرة جدا كانوا بيسمعوا له. هي دي الكوادر اللي احنا بنتكلم عليها. يا عم اوعى بلاش كلام فارغ. كده نيجي بقى للمشكلة الثانية وهي الفلوس. والحقيقة ان اللي بيتكلم في الموضوع ده حاطط في دماغه دايما اذا ما كانش يجيب احمد منصور ويديله 400,000 جنيه في الشهر مش هيقدر يقدم اعلام ناجح. اذا ما كانش يجيب محمود سعد ويديله 12 مليون جنيه في السنة مش هيقدر يقدم الاعلام البديل. ولو بس شوية وركز هيجد ان في مئات الامثلة الناجحة باقل وابسط الامكانيات من غير فلوس ومن غير اي امكانيات، زي الدكتور باسم يوسف اللي كان بيصور في حجرة الغسيل بتاعته ونجح في التواصل مع ملايين من الناس عن طريق الفيديوهات اللي كان بينزلها على اليوتيوب. يبقى الاعلام عمره ما كان فلوس. تقدروا تقولوا لي بقى ايه قيمة الفلوس اللي معطلانا عن تقديم الاعلام البديل؟ يا عم اوعى بلاش كلام فارغ. كده ولو لسه مقتنعين ان المشكلة عندنا هي في الكوادر والفلوس، تأملوا شوية معايا في النماذج دي. دي نماذج إعلامية لشخصيات ناجحة ظهرت مؤخرا على اليوتيوب زي المهندس هاني وعطوة كنانة والأستاذ يوسف. مجموع فيديوهاتهم مجتمعين حققت أكتر من 1,000,000 مشاهد. لو تأملنا شوية فيهم، هل فكرت يا اللي محتاج كوادر إنك تروح وتتعاقد معاهم؟ أو يا ترى حد تأمل وقال إيه الفلوس اللي صرفتوها عشان تقدروا تتواصلوا مع أكتر من 1,000,000 مشاهد؟ يبقى المشكلة لا مشكلة كوادر ولا مشكلة فلوس، ولكن المشكلة الإعلام الحقيقية هي فكر زائد رؤية بيساوي تواصل ناجح مع الناس. سرد الحق صنعة وإيه والأصول. الحقيقة إن في تساؤلات كتيرة قوي في الفترة الأخيرة إحنا تقريبا مش لاقيين لها إجابة، زي قناة مصر 25. إيه الرسالة الإعلامية اللي بتؤديها تحديدا قناة مصر 25؟ هل هي قناة منوط بيها نشر فكر ومبادئ أفكار جماعة الإخوان؟ بس ده ما بيحصلش. طب هل هي قناة منوط بيها الدفاع عن جماعة الإخوان ضد الشبهات والفتن والأفكار المسمومة اللي بتتقال عليها في المجتمع؟ بس برضه ده ما بيحصلش على القدر الكافي. يبقى السؤال فين الرسالة الإعلامية اللي بتؤديها قناة مصر 25؟ الأهم من كده إحنا ليه عندنا شبكة إعلامية بتغطي جمهورية مصر العربية كلها؟ ممكن تقول لي عشان نفضح مخططاتهم ونفضحهم قدام الناس. هقول لك أيوة، بس هو بيقدم فكرة مسمومة بيقدمها كل يوم في الإعلام، فدوري إن أنا أرد على الفكرة بفكرة. لكن اللي أنا بعمله الحالي كسياسة إعلامية هو بالظبط عبارة عن خذوا من كل رجل قبيلة. ستوب! ايه اللي انت بتقوله ده؟ معلش يا استاذ، ده خذوا من كل رجل قبيلة. اوعوا ادونا فرصة بقى.
آخر حاجة نحب نختم بيها مع حضراتكم، وهي إن الإعلام مش كوادر ومش فلوس، ولكنه فكر زائد رؤية بيساوي تواصل ونجاح مع الناس. ونحب نقول إن قناة مصر 25 ما بقاش مقبول الوقوف على الحياد، ونتمنى منها يا إما تزرع فكرة لينا إحنا كأفراد للتيار الإسلامي نقدر نسوقها وننشرها وسط المجتمع، أو على الأقل ترد شبهة عننا من الفتن والشبهات اللي بتتقال علينا على مدار ال 24 ساعة، لكن الوقوف على الحياد في المنتصف شيء غير مقبول. تصبحوا على خير. النهضة مش كلام ولا حلمي في المنام، النهضة إرادة شعب وعزيمة